السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة نتعرف مع بعض على دودة الأرض، من أهم الديدان الموجودة في التربة، وخصوصا للنباتات اللي احنا بنزرعها. غالبا بتكون متوفرة في التربة الدائمة أو الأرض. مش هنلاقيها متوفرة كتير في أي قصيص، قليل جدا لما نلاقيها متوفرة في القصيص. ده مجموعة دود انا جمعته ليكم عشان اوريكم بس شكله. من فوائد الدود ده ان هو مهم جدا للنباتات، لانه بفضل تحركه داخل التربة بيدي تهوية جيدة للنباتات بتاعتنا، بيعمل على تهوية التربة للنباتات. كمان الفضلات بتاعته اللي بيتغذى، هو بيتغذى على الطفيليات. الأول بيتغذى على الطفيليات الضارة الموجودة في التربة، فبالتالي بيساعد الأرض اللي مزروع فيها النباتات بتاعتنا إنها تكون خالية من أي طفيليات ضارة، وبالتالي يساعد النبات على وتشجيعه على النمو الجيد. من الحاجات التانية ايضا ان هو الفضلات بتاعته بتتميز بانها سماد طبيعي وجيد جدا جدا للنباتات. السماد بتاعه يعني فضلاته كمان جيدة جدا للنباتات بتاعتنا. حاجة تانية واخيرة انه الدودة دي بعد ما تموت كمان يعني بتتحول لانها تكون سماد طبيعي جيد ايضا للنباتات بتاعتنا، فبالتالي النباتات بتتغذى عليه. عشان كده لو لقيناها موجودة عندنا في القصيص او في التربة لازم نحافظ عليها وما نقتلهاش، نحافظ عليها جدا وما نموتهاش او نضرها، لانها بتساعدنا وبتساعد النبات بتاعنا على زيادة النشاط والحيوية بتاعته، وكمان زيادة قدرته على ان هو يشتغل اسرع. لو عندكم اي استفسار او محتاجين استفسار بخصوص اي حاجة سيبولنا بس كومنت وان شاء الله نجاوب لكم عليه. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.